السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده مكملين كورس تعليم كتابة حروف اللغة الانجليزية، لكن الشرح هيكون بالعربي بطريقة سهلة ولذيذة جدا. الاطفال هيحبوها باذن الله. اهلا بكم في قناة مس ارو. ويلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. وصلنا لحرف السي. عندنا بيج سي وسمول سي، الاتنين بتكتبوا بنفس الطريقة، لكن الطفل بيواجه شوية صعوبة، لكن الطريقة دي هتسهلها قوي على الطفل. هنقول له بكل بساطة نص دايرة كبيرة ونص دايرة صغيرة. تاني، نص دايرة كبيرة ونص دايرة صغيرة. بيج سي وسمول سي. مهم جدا نفهم الطفل يعني ايه نص دايرة. تمام، فهنيجي عند البيج سي وهنقول له ايه؟ ادي الدائرة كبيرة اهي، احنا هناخد نص الدايرة دي اللي هو بالشكل ده، فيطلع لنا البيج سي. طيب بالنسبة للسمول سي نفس الطريقة، هنقول له ادي دائرة صغيرة وناخد النص الدايرة بتاعتها، خلاص اللي هي دي، يطلع لنا سمول سي. مهم جدا السمول سي تكون ما بين السطرين دول، ما يطلعوش عنهم. طيب نيجي لل لتر دي. تمام، عندنا بيج دي، هنقول له انزل 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 لحد السطر ونص دايرة مقفولة. تاني، انزل 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 لحد السطر ونص دايرة مقفولة. طيب نروح لسمول دي، هنقول له دائرة صغيرة واطلع فوق فوق وانزل بيها على السطر. تاني، دائرة صغيرة اطلع بيها فوق فوق وانزل بيها على السطر. بكل بساطة وسلاسة. دي كانت حلقتنا النهاردة لحرف السي والدي. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك. اي سؤال سيبوه في الكومنتس تحت الفيديو. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.